مرحبا بكم في هذا التواصل الإعلامي الذي حرصنا على تنظيمه مباشرة بعد انعقاد دورة استثنائية لمجلس الشورى لجماعة العدل والإحسان. يتفضل إلى المنصة الإخوة الذين سيتواصلون معكم. انعقد بفضل الله تعالى ومنه مجلس شورى جماعة العدل والإحسان في دورة استثنائية أيام 7 و8 و9 صفر الخير 1434 الموافق ل21 و22 و23 نوفمبر سنة 2012 بسنة تحت شعار دورة الثبات والوفاء. لقد اجتمع مجلس الشورى في دورته الاستثنائية في أجواء مفعمة بالإيمان، في رباط للذكر والقرآن وسؤال المولى عز وجل فضله وكرمه وتوفيقه وسداده. ويعلن مجلس الشورى ما يلي: أولا، يتقدم بهذه المناسبة الأليمة بأحر التعازي إلى الأسرة الصغيرة والكبيرة للأستاذ المرشد رحمه الله، وإلى الشعب المغربي، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء. يقرر الاحتفاظ بلقب المرشد العام للأستاذ المؤسس رحمه الله. يقرر الاحتفاظ بلقب المرشد العام للأستاذ المؤسس رحمه الله. يقرر اختيار لقب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان للمسؤول الأول في الجماعة بدل المرشد العام. يعلن انتخاب الأستاذ المجاهد والداعية إلى الله الأستاذ محمد عبادي أمينا عاما لجماعة العدل والإحسان، والأستاذ المجاهد فتح الله أرسلان نائبا له. يؤكد على التمسك والوفاء للمبادئ التي قامت وتأسست عليها جماعة العدل والإحسان،